value proposition، وعد يتقال ويتصدق ويتحقق. عمرك سمعت براند بيقول كلام حلو جدا وبعدين تجرب فتلاقي التجربة حاجة تانية خالص؟ الوعد هنا كان حبر على ورق. النهاردة هنفك شفرة الجملة اللي بتكسب سوق وبتوفر ميزانية وبتبني ولاء. اسمها value proposition. وعد بسيط، واضح، قابل للتحقق، ومتربط باللي يهم عميلك فعلا. يلا نبدأ. ليه كل حاجة تبدأ بوعد واضح؟ في سوق مزحوم، ميزانيتك الصغيرة بتنافس على انتباه قصير جدا. أي كلمة زيادة من غير قيمة حقيقية بتتحسب ضدك. الوعد الصح يعمل 4 حاجات في وقت واحد. أول حاجة، بيحدد أنت بتخدم مين. تاني حاجة، بيشرح بتقدم له إيه. تالت حاجة، بيوضح ليه صدقك دلوقتي. رابع حاجة، بيخلي أول خطوة للشراء سهلة. لو الوعد واضح ومتصدق، هتلاقي التحويل عالي، الCEC مقل، والريتنشن أحسن. ولو الوعد مطاط، هتدفع كتير عشان تقنع الناس وبعدها تخسرهم من أول تجربة. تعريف بسيط من غير لف. إيه هي value proposition؟ جملة عملية بتشرح الفايدة الأساسية اللي عميلك هياخدها منك في سياق محدد، وبأدلة تخليه يصدقك، وبشروط تنفيذ تضمن إن التجربة تطابق الكلام. فرق بين 4 حاجات. value proposition، الوعد الأساسي المرتبط بالقيمة. positioning، المكان اللي واقف فيه براندك في ذهن العميل مقارنة بالبدائل. USP، نقطة تميز واحدة قوية داخل الوعد. tagline، جملة تسويقية قصيرة ممكن تكون شعرية بس لازم ما تبعدش عن الوعد. الوعد هو الأساس، الباقي بيتركب فوقيه. تشريح الوعد مكوناته 7. 1. مين الجمهور المقصود بدقة؟ 2. إيه الفايدة النهائية اللي هيوصل لها مش المواصفة؟ 3. إمتى وفين الموقف أو المناسبة اللي فيها الاحتياج؟ 4. ليه دلوقتي؟ محفز، ألم، فرصة، قانون جديد؟ 5. ليه أنت؟ فرق ملموس قابل للملاحظة؟ 6. ليه أصدقك؟ دليل مقنع، نتائج، شهادات، اعتماد؟ 7. أول خطوة، CTE سهل، تجربة، ضمان، وقت استجابة. لو قدرت تقول ال7 نقط دول في 3 سطور مفهومة، انت على أول الطريق. Value Proposition Canvas بس بالعقل العملي. الناحية اليسار، حياة العميل. Jobs، شغلانات عايز ينجزها، وظائف عملية وجوانب عاطفية ومكانة اجتماعية. Pains، مخاوف، معاناة، تعقيدات، مخاطر. Gains، مكاسب يطمح لها، سرعة، راحة، توفير، فخر. الناحية اليمين، منتجك وخدمتك. Pain Relievers، إزاي بتشيل أوجاعه بوضوح. Gain Creators، إزاي بتصنع مكسب محسوس. Features، مواصفات تخدم الفايدة مش العكس. ابدأ من الشمال مش من اليمين. افهم حياة العميل الأول، بعدين ركب عليه الحل. صياغة الوعد في جملة تصمد تحت الضغط. اختبار القسوة واضح، طفل في إعدادي يفهمه. محدد من دون كلام عام من نوع جودة عالية وخدمة ممتازة. مصدق، بيتسند على دليل سريع. مختلف، لو شلت الاسم ما ينفعش لأي حد تاني. قابل للتنفيذ، التشغيل يقدر يوافق عليه كل يوم. مربوط بوقت وموقف، إمتى بيحتاجك. عنده خطوة أولى سهلة. قالب بسيط للمساعدة من غير قوالب جامدة. لفلان في الموقف الفلاني بنقدم فايدة محددة علشان سبب يقنعهم بالتصديق، ومع ضمان أو خطوة أولى سهلة. مثال سريع، لرواد العمل عن بعد في القاهرة، إحنا كافيه مختص بيضمن هدوء واتصال سريع وزوايا شغل علشان تخلص شغلك من أول جلسة. احجز داي باس من موبايلك، ولو النت قطع هتاخد بديله فوراً. الفرق بين الوعد والسعر والعرض: الوعد فايدة نهائية، حياة أسهل أو نتيجة أفضل. العرض طريقة التغليف، خصم، باقة، ضمان، توصيل. السعر انعكاس قيمة بتقدمها وسقف استعداد العميل للدفع. ما تقعش في فخ إنك تعمل عرض قوي يغطي على وعد ضعيف. العرض مكبر صوت،
لو الكلام جواه فاضي هتتفضح بسرعة. ورشة 90 دقيقة لصناعة الوعد مع الفريق. الدقيقة 0 إلى 15 رسم المشهد. مين أهم شريحتين عندنا؟ فين ومتى بيتعاملوا مع مشكلتنا؟ إيه البدايل اللي بيجربوها دلوقتي؟ الدقيقة 15 ل 35 أوجاع ومكاسب. اكتبوا أكبر 5 أوجاع متكررة وأهم 5 مكاسب منتظرة. حطوا وزن مهم جدا أو متوسط أو لطيف. الدقيقة 35 ل 55 ربط الحل بالحياة. لكل وجع رئيسي بين ريليفر محدد. لكل مكسب رئيسي جين كرييتور واضح. الدقيقة 55 ل 70 صياغة 3 مسودات وعد في جمل صغيرة. نفس الفايدة 3 طرق صياغة. اختاروا جملة واحدة لكل شريحة. الدقيقة 70 و 90 الدليل والخطوة الأولى. ما الدليل الأسرع؟ نتيجة رقمية، عميل مشهور، اعتماد. ما الضمان أو التجربة الأولى؟ استرجاع مجاني، دعم مباشر، وقت استجابة. اطلع من الورشة بجملتين جاهزين للاختبار، مش كتاب مقدس. أمثلة B2C من السوق عندنا: مطبخ صحي، الوعد أكل مظبوط، سعرات يوصل الساعة 8 كل يوم علشان ما تضحيش بصحتك ولا وقتك. الدليل 50,000 وجبة اتسلمت في ميعادها، تقييم 4.7، خطة وجبات بتوقيع أخصائي. الخطوة: اشترك أسبوع تجربة، ولو اتأخرنا أكتر من 15 دقيقة عندك وجبة مجانية. متجر موضة نسائي، الوعد أوتفيت كامل جاهز للمناسبة بكبسة واحدة من غير دوشة اختيار. الدليل صور عملاء قبل بعد، سياسة تبديل أول مرة مجانا، شحن في نفس اليوم داخل القاهرة. الخطوة: كوني اللوك في 30 ثانية والدفع عند الاستلام. عيادة جلدية راقية، الوعد خطة علاج واضحة من أول زيارة مع متابعة على واتساب علشان النتيجة تبان بسرعة وبأمان. الدليل أطباء معتمدين، قبل بعد موثق، بروتوكول علاجي مكتوب. الخطوة: احجزي استشارة 15 دقيقة، ولو مرتحتيش فلوسك راجعة. أمثلة B2B أسلوب مختلف ونبرة عملية لساس فواتير ومخزون لتجزئة غذائية. الوعد إدارة مخزون وفاتورة في لوحة واحدة من أول أسبوع من غير استشاريين ولا شهور إعداد. الدليل 120 حساب شغال، تقليل فقد المخزون 18%، تقارير موبايل للمالك. الخطوة: تجربة 14 يوم مع نقل بيانات بسيط ودعم محلي عربي. منصة توصيل سريع للمطاعم. الوعد تسليم آخر الميل في 25 دقيقة ثابت بواجهات تتبع للعملاء ودرايفرز متاحين. الدليل زمن متواصل موثوق، تغطية أحياء محددة، تعاقدات قائمة. الخطوة: باقة بدء من غير التزام وخصم على أول 1000 طلب. أداة HR Onboarding. الوعد تشغيل موظف جديد في يوم واحد بدل أسبوع بكتيب تلقائي ومهام جاهزة. الدليل شركات قائمة، زمن تفعيل موثوق، رضا موظفين جدد. الخطوة: باكج جاهز حسب الوظائف الأكثر تكراراً. الطبقات الثلاثة للوعد: وظيفي وعاطفي واجتماعي. وظيفي نتيجة ملموسة، أسرع، أرخص، أذكى. عاطفي راحة بال، ثقة، سيطرة، متعة. اجتماعي مكانة، انتماء، احترام. البراند القوي بيمزج التلاتة بس بميزان، ما ينفعش تبقى عاطفي بزيادة من غير نتيجة واضحة، ولا وظيفي ناشف ينسى الإنسان، ولا اجتماعي فارغ من غير أساس. الوعد والتميز مقابل التفرد البصري. differentiation فرق حقيقي في القيمة، سعر، سرعة، جودة، تجربة. distinctiveness عناصر مميزة تخليك ظاهر، ألوان، مسكت، صوت، جملة. الاتنين مهمين. لو معاك تفرد بصري من غير فرق في القيمة هتبقى متشاف بس مش مختار، ولو عندك فرق من غير تميز بصري هتتاخد منك الميزة لأن محدش فاكر إنك أنت صاحب الحاجة. ربط الوعد بمواقف الشراء category entry points. الناس ما بتفتكركش دايما، افتكرهم انت في لحظاتهم. بعد الجيم جعان وعايز بروتين، قبل السفر تأمين أو شريحة موبايل، آخر الشهر دفع فواتير. ضاعف ظهورك عند المداخل دي برسائل قصيرة.
الوعد نفسه يتقال هناك بلغة الموقف. الوعد كخارطة للمنتج والتشغيل، مش كلام ماركتينج. لو قلت أسرع، لازم البنا كله يشيل السرعة، مخزون قريب، بوابة دفع سلسة، شراكة لوجستية سريعة، خدمة عملاء سريعة. لو قلت أضمن، لازم تبني اختبار جودة، سياسة استرجاع محترمة، قطع غيار أو بديل سريع. الوعد يوجه الأولويات، اللي ما يخدمش الوعد يتشال أو يتأجل. تحويل الوعد لعرض مقنع بدون ما تكسر السعر. ضمان، استرجاع، تبديل، تجريب، تخفيف مخاطر، دعم مباشر، عقود مرنة، لا حد أدنى. وقت، تسليم في ميعاد ثابت، فتحة صيانة مضمونة. تسهيل، onboarding سريع، قوالب جاهزة، مقاس ذكي. العرض يكمل الوعد، ما يزوروش. من الوعد للصفحة، والقناة معمار رسالة بسيط. الصفحة عنوان الوعد واضح، سطر توضيح فين الفايدة والمين، دليل، رقم، شهادة، لوجو عميل معروف، تفاصيل كيف تعمل، ماذا تشمل، CTA واحد واضح، تجربة أو حجز أو شراء، أسئلة شائعة مركزة على مخاوف حقيقية. القنوات، اختار مكان وجود الشريحة مش مكان شهرة المنصة. نفس الوعد بزوايا مختلفة حسب القناة، فيديو قصير، صورة، شهادة عميل، تجربة سريعة. الدليل types of proof، أرقام قبل وبعد، شهادات عملاء بالفيديو أو النص، اعتماد مهني أو قانوني، دراسات حالة قصيرة واضحة، المشكلة، الحل، النتيجة. تجربة مجانية مصممة لإظهار القيمة بسرعة. لو وعدك كبير لازم دليلك يبقى أكبر. القياس والتحسين من أول أسبوع. قيس 5 حاجات بسيطة. 1. نسبة النقر على رسالة الوعد مقارنة برسائل عامة. 2. التحويل من الصفحة المخصصة للوعد. 3. وقت الوصول لأول قيمة Activation. 4. شكاوى مرتبطة بعدم تحقق الوعد. 5. احتفاظ الشهر الأول وسبب الفقد. اعمل هولد أوت بسيط بالكلام، شريحة تشوف الوعد الجديد وشريحة تشوف رسالة قديمة، وشوف الفرق بأرقام نظيفة. الأخطاء القاتلة مع الأمثلة. وعد من جوه دماغنا مش من حياة العميل. كلام من نوع جودة عالية وخدمة ممتازة أي حد يقدر يقوله. وعد يتعارض مع التشغيل، تقول سريع وخدمتك بطيئة. وعد كبير بدون دليل، الناس هتجرب مرة وبعدين تفضحك. وعد متغير كل أسبوع، مفيش ثبات، مفيش ذاكرة ذهنية. حلها، ارجع لحياة العميل، اربط التشغيل، ثبت الرسالة، واجمع دليل. بلاي بوك 30 60 90 يوم. أول 30 يوم قابل 15 عميل اشترى و10 ما كملش. اكتشف 3 أوجاع و3 مكاسب حقيقية، صنفهم حسب الأهمية. اكتب 3 مسودات وعد لكل شريحة، واختبر على ميزانية صغيرة. اليوم 31 ل90 صمم صفحات هبوط بسيطة لكل وعد. اجمع دليل سريع، رقم أو شهادة. قيس CTR وCVR وأكتيفيشن وكاك. صنف النتائج أسبوعياً. فعل الضمان أو التجربة أو وقت الاستجابة اللي وعدت بيه. اليوم 61 ل90 ثبت الجملة اللي كسبت. درب خدمة العملاء والمبيعات ينطقوا نفس الجملة بنفس المعاني. وثق الوعد في دليل براند مع أمثلة صوتية للنطق. ابدأ وسع الوعد لموقف جديد أو شريحة قريبة بنفس المنهج. قول الفايدة قبل المواصفة. استخدم أفعال نشطة، تحصل، توصل، تضمن. سيب سكتة صغيرة بعد الجملة الأساسية. ادعم الدليل بصيغة بسيطة، رقم 1 كفاية، واختم بخطوة صغيرة وسهلة. مثال نطق: انت مش محتاج تضحي بصحتك عشان الشغل. اشترك دلوقتي، أكل مضمون يوصل الساعة 8 كل يوم. سجل في 30 ثانية، ولو اتأخرنا أكتر من ربع ساعة الوجبة علينا. قصتين قصيرين قوي من السوق المحلي. قصة متجر إلكتروني ملابس، كانوا بيقولوا أحدث صيحات وبجودة ممتازة. الناس كانت بتدخل وتخرج. بعد شغل مقابلات كتبوا وعد:
أوتفيت كامل للمناسبة بكبسة واحدة مع تبديل أول مرة مجاني. الصفحة اتغيرت، الصور بقت جاهزة كمجموعات، التحويل اتضاعف والمرتجع نزل لأن الاختيار بقى أسهل. قصة تانية، ساس مخزون لتجزئة غذائية. كانوا بيقولوا نظام متكامل سهل عام. بعد ورشة مع العملاء وعدوا تقليل الفقد 15% خلال 60 يوم بلوحة واحدة بدون استشاري. جمعوا 3 دراسات حالة ومؤشر متابعة أسبوعي، معدل إغلاق الصفقات زاد ودورة البيع أثرت. الزتونة value proposition مش جملة شاعرية، دي اتفاق محترم بينك وبين عميلك، وعد واضح في موقف محدد بدليل مقنع وخطوة أولى سهلة وعمليات تحمل وعدك كل يوم. ابدأ من حياة عميلك، ركب حل يخدم أوجاعه ومكاسبه، اختبر بصوت هادي وأرقام صريحة، وثبت الجملة اللي تبيع، وحول الوعد العادة في المنتج والدعم والتسليم. اكتب النهاردة 3 جمل وعد لشريحتك الأساسية، جربهم أسبوعين بصفحات هبوط بسيطة وخلي الأرقام تختار. بعدها ثبت الجملة الفايزة ودرب الفريق كله ينطقها بنفس الروح. شكراً، ونكمل في الحلقة الجاية إزاي نترجم الوعد لخطة تسعير وعرض وتوزيع ميزانية على القنوات من غير ما نخرب الهامش.